تدرين شنو أكتر شي يخوف؟ مو إنك تغلط، لا، إنك تمشين بالطريق وإنتي تحسبينه جنة وبالأخير يطلع لك جحيم متنكر. أنا اسمي أسمهان، وصدقيني لو الزمن يرجع فيني كان سويت أشياء وايد غير، بس اللي صار صار، وأنا اللي دخلت نفسي فيه برجولي. خليني أرجع بالبداية، بس مو البداية اللي تتوقعينها. كنت قاعدة بغرفتي والهدوء مالي الكون، بس صوت إشعارات الموبايل يقطع الجو بين فترة وفترة، وأنا أقلب في التيك توك بدون هدف، أضحك شوي وأنسى الضغط اللي فوق راسي بسبب الدراسة والإعادة، وفجأة طلع لي إشعار غريب، مو لايك مو كومنت، طلب مراسلة. فتحت الرسالة وقلبي بدون سبب دق بسرعة، كأن في شي داخلي يقول لي لا تفتحينها، بس الفضول لعب فيني. قرأت جملة واحدة بس كانت كفيلة تغير كل شي: أنا ناوي بالحلال إذا أنت موافقة. تجمدت، حرفياً تجمدت الملعقة بيدي وما قدرت حتى أنزلها، وقلت بيني وبين نفسي بصوت واطي: شنو هذا؟ منو هذا أصلاً؟ قاعد يستهبل ولا شسالفة؟ حسيت الدنيا تدور شوي، مو من الكلام نفسه، من الجرأة، من الغموض، من الشعور اللي فجأة دخل قلبي بدون استئذان. بعدها بشوي دقت علي دنيا، صديقتي اللي دايم تجرني أطلع حتى لو مالي خلق. قالت لي: وينك؟ زهقانة، يلا نطلع نغير جو. قلت لها وأنا للحين مخي مو معي: يلا، أبي أطلع، مو قادرة أقعد مكاني. طول الطريق وأنا ساكتة لين ما انفجرت. فجأة دنيا، بقولك شي بس لا تضحكين علي. ضحكت وقالت: أوف، لا تخوفيني، قولي إيش صاير. عطيتها الموبايل وقلت: اقري بنفسك. قرت الرسالة وسكتت ثانيتين، بعدين رفعت حواجبها وقالت: لحظة، هذا جاد؟ شنو ناوي بالحلال؟ منو هذا أصلاً؟ قلت وأنا محتارة: والله ما أدري، أحس الموضوع مو طبيعي، بس بنفس الوقت ما أدري ليش مو قادرة أتجاهله. قعدت تطالعني وقالت بنبرة جد: اسمهان، ديري بالك، مو كل واحد يقول حلال يكون صادق. سكت، بس داخلي كان يقول شي ثاني: يمكن هالمرة غير، يمكن هذا الشخص فعلاً صادق. ورجعت البيت وقعدت أطالع الرسالة مرة تانية وثالثة وعاشرة، لين ما قلت يس سيف خلاص، برد، بس بحط حدود من البداية. كتبت له: أنا ممكن أقبل نتعرف، بس ما أبي لعب، وإذا في شي يكون رسمي. رد بسرعة كأنه كان ناطر: هذا اللي أبيه أصلاً. من هني دخل حياتي شاهين. شاهين عمره أكبر مني بكثير، بس حضوره، صوته، طريقته بالكلام، كل شي فيه كان يعطي إحساس بالأمان الغريب. أول مكالمة بينا قال لي بنبرة هادية: أبي أكون واضح معاك من البداية، أنا مو قاعد ألعب. قلت له: ولا أنا، بس ترى أنا ما أتحمل وجع الراس. ضحك بخفة وقال: ولا أنا أحب ألف وأدور، خلينا نمشي صح من البداية. مع الأيام صرنا نتكلم أكثر، ساعات طويلة، سوالف عن كل شي، عن حياتنا، عن خوفنا، عن طموحاتنا. وكان دايم يقول لي: ترى أنا شايفك غير، مو مثل الباقي. وأنا بدون ما أحس كنت أذوب. مرة قال لي فجأة: السمهان، ليش ما تقولين لأمك عني؟ انصدمت وقلت: بهالسرعة؟ قال بثقة: إيه، إذا أنا ناوي صح ليش نطولها؟ قعدت أفكر وبالأخير قررت أقول. دخلت على أمي وهي بالمطبخ وقلت لها: يمه، أبي أقول لك شي، بس لا تعصبين. لفت علي وقالت: خير، شمسوية؟ قلت بسرعة: في واحد كلمني ويقول ناوي يخطب. سكتت شوي وبعدين قالت: منو؟ من وين؟ شلون عرفك؟ شرحت لها كل شي وكانت تسمع بدون ما تقاطع.
بعدين قالت: أنا ما أقدر أقرر، أبوك هو اللي يقرر، بس ديري بالك يا بنتي. وبعدها بأيام صار الشي اللي ما كنت أتوقعه أبد. شاهين جاء منطقتنا وشافني صدفة بنفس اليوم، راح وكلم أبوي. دخل أبوي البيت وملامحه غريبة ووراه أخوي وكلهم ساكتين. قلبي كان بيوقف. قال أبوي: في واحد شافك اليوم وجاي يطلبك. تخيلوا، بنفس اليوم. أخوي قال: الصراحة الرجال شكله محترم. وأبوي التفت لي وقال: شنو رايج؟ ما عرفت أتكلم، بس قلت: أنا مع رايك. ومن هني كل شي تسارع بشكل مو طبيعي. موعد الرؤية، التحضيرات، التوتر. ليلة قبل ما أشوفه ما نمت. كنت ألف بالغرفة وأقول لنفسي: يا رب لا تخليني أندم. يوم شفته أول مرة وجهاً لوجه كل شي توقف. دخل وكان مختلف عن كل تصوراتي. حضوره قوي، هدوءه غريب، عيونه فيها شي ما ينفهم. قعدنا وبعد شوي خلونا بروحنا. قال لي وهو يطالعني: بصراحة أنتي غير عن اللي تخيلته. ابتسمت وقلت: وأنت بعد. وسكتنا لحظة، بس كانت مليانة كلام. بس مو كل شي كان وردي. بعد ما خلصت الجلسة انحطت شروط قلبت كل شي: نقاب، قفازات، جلباب، ووقف دراستي. قلت له بعدها: شاهين، مو شايف إن هذه شروط صعبة؟ قال ببرود: إذا تبين تمشين معاي، هذا طريقي. سكت، وقلبي كان متعلق فيه لدرجة إني ما فكرت صح. قلت: موافقة. مرت الأيام وأنا كل يوم أتعلق فيه أكثر، بس كنت عايشة في وهم جميل. لين يوم قال لي فجأة بنبرة غريبة: ترى قبل لا أعرفك كنت خاطب وحدة. سكت، بعدين كمل: والموضوع انتهى، بس مو مثل ما تتوقعين. نظرت له وقلت: وش تقصد؟ ابتسم ابتسامة خلت قلبي ينقبض وقال: بعدين أقولك، القصة فيها شيء أكبر. بعد الخطوبة أنا كنت عايشة بوهم جميل. أحسب نفسي مسكت الدنيا بيدي وقلت خلاص هذا الإنسان اللي بيكمل معي حياتي. بس الحقيقة كنت قاعدة أركض ورا سراب وأنا مغمضة عيوني بإرادتي. بالبداية الموضوع كان بسيط، بس في شي ما كان مريحني. أمه رفضت فكرة اللبس اللي كانوا يبونوا مني، وقالت له بصريح العبارة إنها مو مقتنعة. ووقتها حسيت إن في شي مو متوازن، بس طنشت. قلت عادي، تصير بين العوايل. بس اللي ما كنت أعرفه إنه اللي جاي مو بس اختلاف رأي، كان بداية الانهيار. كنت كل يوم أتعلق فيه أكتر بشكل يخوف حتى أنا نفسي. أقول لنفسي: شلون أنا صرت جدي؟ شلون صرت ما أقدر أتنفس بدونه؟ بس بنفس الوقت كنت مو شايفة الصورة كاملة. كنت شايفة اللي أبي أشوفه بس. قبل يوم الخطوبة بيوم كنت مو على بعضي. قلبي يدق بسرعة، مخي مشغول ويدي تشتغل بالبيت، بس عقلي بمكان ثاني. أفكر باجر شلون بيكون، أهله شلون رح يعجبهم، رح أكون قدهم. وفجأة بدون سبب واضح صار بيني وبينه نقاش بسيط تحول بسرعة لهواش. دق علي وقال بنبرة معصبة: ليش ساكتوا من البداية؟ إذا مو قد الزواج قولي. انصدمت وقلت: شنو قاعدة تقول؟ أنا بس متوترة. قال بصوت أعلى: أنا صرفت ودفعت وجهزت، مو لعبة الموضوع. تنفست بعمق وقلت: شاهين بالله عليك مو وقته. أنا مو قادرة أتحمل الحين، أبيك تهديني مو تكسرني. سكت لحظة كأنه استوعب، بعدين نزل صوته وقال: خلاص خلاص لا تخافي، بكرة بيعدي وأنا معك. ذاك اليوم ما نمت. قمت من الفجر وعيوني ثقيلة، بس قلبي صاحي زيادة.
صديقاتي وصلوا وسحبوني للحفافة، وكان المكان مليان صوت وضحك، بس داخلي كان هادي بشكل غريب، كأن في شي ينتظر ينفجر. وهم يسوون لي الميك اب، قالت لي واحدة منهم: والله يا أسمهان اليوم بتكسرين الدنيا. ضحكت وقلت: إن شاء الله ما أكسر نفسي. بس لما خلصت ورجعت البيت، الزغاريد كانت تملأ المكان، الكل فرحان وأنا بينهم أضحك، بس داخلي مو ثابت. ولما وصل موكبهم قلبي حرفياً طاح. كنت أبي أطلع أشوفه، بس عمتي مسكتني وقالت: اقعدي مكانك لا تستعجلين. دخل، بعدها طلعوني له، وقف قدامي، نفس الهيبة نفس النظرة، بس ما أدري ليش حسيت بشي غريب هالمرة. قصينا الكيكة وضحكنا، صار الجو احتفال، رقص وأغاني وضحك، وكل شي كان مثالي، لدرجة إني صدقت الكذبة. بس بعد هالفرحة بدأ الوجه الثاني. حياتي انقلبت تدريجياً بدون ما أحس. صرت عصبية، أفكر وايد، أقلق من كل شي، وكأن في شي ثقيل جالس فوق صدري. يوم من الأيام كنا نتكلم عادي، نضحك ونخطط للمستقبل. فجأة قال لي: خلينا نغير الموضوع شوي، تخيلي لو تزوجنا وبعدين واحدة تيجي تقول لك أنا زوجته. سكت، ما استوعبت. قلت له: شنو، قاعد تمزح؟ ضحك وقال: إيه أمزح، لا تشدينها. بس أنا ما ضحكت، قلت له بهدوء: شاهين، في أشياء ما تنقال حتى مزح. قال: أوف، لا تكبرينها. طنشت، بس الموضوع ما طلع من بالي. كل يوم أفكر ليش قال هالكلام، ليش جاء على باله أصلاً. بعدها بفترة رحت بيت جدي، لأنه جدتي كانت تعبانة جداً. الجو هناك كان ثقيل، الحزن مالي المكان، وبين هالظروف بدأت المشاكل تزيد. ليلة من الليالي كنا نتكلم، وفجأة أرسل: أنا أبي أنهي الموضوع. حسيت الدنيا وقفت. رديت بسرعة: ليش؟ شو سويت؟ قالين: تعبت، ما أبي وجع راس. قلت له: أنا أبكي، أنا شو سويت لك؟ أنا معاك بكل شي. قال ببرود: ما أقدر أكمل. حسيت نفسي أختنق. قلت له: أنا مو قادرة أتنفس، بالله عليك لا تسوي فيني جذي. سكت، بعدين قال: خلاص، بكرة نتكلم. نمت ودموعي على المخدة، وصحيت ووجهي كله تعب. بنت خالتي شافتني وقالت: شنو فيك؟ مو شكلك. قلت: بس تعبانة شوي. بس ما قدرت أمسك نفسي، بكيت. دق علي الصبح وقال بنبرة هادية: صباح الخير. قلت: هلأ. قالي: سامحيني على أمس، كنت مو طبيعي. وبدأ يعتذر ويتغزل ويرجع نفس أسلوبه اللي يذوبني، وقال: أنا أحبك، لا تكبرينها. وسامحته مثل كل مرة. الأيام صارت نفس الدوامة، يوم زين، يوم مشكلة، لين جاء اليوم اللي تغير فيه كل شي. كنا نضحك سوا، فجأة جاني اتصال: خالي. رديت وصوته كان مكسور: بلغي أمك، جدك توفت. ما استوعبت. قلت: شنو تقول؟ قال: الله يرحمها. انهرت. بلغت أمي، والبيت كله صار صراخ وبكاء. رحنا العزاء والجو كان ثقيل، الكل يبكي، وأنا بينهم كأنه قلبي انكسر نصين. كنت أحبها بشكل ما ينشرح، ومن التعب شربت شي هناك وتعبت فجأة. ألم قوي ما قدرت أتحمله، نقلوني المستشفى، عطوني إبرة ونمت من التعب. بالليل دق علي، قال: شلونك الحين؟ قلت: تعبانة وباجر بروح للقبر. كنت أتكلم وأبكي بصوت هادي، قلت: مو قادرة أستوعب إنها راحت.
وفجأة صوته تغير. قال بعصبية: أنت كل يوم تبكين؟ خلاص تعبت. سكت، ما استوعبت. كمل: وجعتي راسي، ما أقدر أتحمل هالجو. قلت بصوت مكسور: أنا فقدت جدتي. قال ببرود قاسي: روحي ارتاحي، لا تكلميني بهالحالة. بعدين قال كلمة كسرت فيني شي ما ينصلح. بعد اللي صار بالعزاء، بعد كلمته اللي كسرتني من داخل، أنا ما عدت نفس البنت. كنت قاعدة على السرير، التليفون بيدي ودموعي تنزل بدون توقف، وقلت له بصوت كله تعب: شاهين، خلنا نكون صريحين، أنا تعبت، والله تعبت، مو قادرة أعيش كل يوم بهالضغط. سكت شوي وبعدين قال بنبرة باردة: خلاص، أنا ما عندي وقت لهالكلام، من باجر تعطيني جواب، يا نكمل يا نوقف. رفعت عيوني للسقف وقلت بهدوء مكسور: الحين مو وقته، أنا مو بخير. قال: هذا آخر كلام عندي. وسكر. هديك الليلة ما كانت ليلة، كانت انهيار بطيء. كنت أبكي وأكلم نفسي: ليش أنا؟ شو سويت عشان أعيش جذي؟ كنت أدعي: يا رب، إذا هالشخص فيه شر لي طلعوا من حياتي بدون ما أنكسر أكثر. بس بنفس الوقت كنت أبيه يبقى. تاني يوم رحت بيت جدي وقعدت مع أمي وقررت أفتح الموضوع كله. قلت لها: يمه، أنا مو مرتاحة. قالت بهدوء: وشنو تبين؟ كملي أو وقفي، بس القرار لازم يكون منك. هالكلمة كانت بسيطة بس ثقيلة. رجعت له وقلت: شاهين، خلنا نهدأ، إذا نكمل عدل، وإذا لا، كل واحد بطريقه. تغير فجأة وصار هادي وقال: لا لا، خلاص أنا كنت مضغوط، سامحيني. بدأ يرجع نفس أسلوبه: والله ما أبي غيرك، أنتي غير. كنت أسمع بس داخلي مو مقتنع. قلت له: أنا بس تعبانة، خلنا نخفف. قال: روحي أعدي مع أهلك، لا تعدين بروحك. وافقت، بس قلبي كان قاعد يبتعد عنه شوي شوي. مرت الأيام وعدت 40 حق جدتي، ورجعت هناك مرة ثانية، بس هالمرة كانت البداية الحقيقية للنهاية. بليلة كنا نضحك، كل شي طبيعي، لين فجأة اختفى يومين. ما سأل، ما دق، ولا كأنه يعرفني. توترت، قلت: شنو فيه؟ شو صاير؟ قررت أتصل عليه من رقم مخفي. رد، وبنت خالتي كلمته بدالي، وكان يضحك عادي جدا كأنه ماكو شي. لما عرف إني أنا تغير، رد علي بنبرة حادة: ليش تسوين جذي؟ قلت له: كنت بس أبي أطمن. قاطعني وقال: ترى أقدر أفضحك عند أهلك، لا تلعبين معاي. انصدمت، قلت: شاهين شو قاعد تقول؟ قال ببرود: أقدر أبلغ عليك، وأكبر الموضوع. بهاللحظة حسيت الدنيا تسود بوجهي. بكيت، مو بس خوف، انكسار. أمي دخلت وشافتني بهالحالة وخدت التليفون، كلمته وقالت له بنبرة حازمة: بنتي ما تنتهدد بهالطريقة. بعد نقاش طويل سكت، بس ما انتهى الموضوع. رجع لي بعدين وقال: أنا سامحتك، بس عندي شرط. قلت: شنو؟ قال: تشيلين التليفون الذكي وتستخدمين عادي. ضحكت بصدمة: شنو؟ ليش؟ قال: هذا اللي أبيه. قلت له بثبات: لا. قال: إذا تبيني لازم. هني حسيت إني قاعد أختنق. قلت له: لا تحاول تتحكم فيني بهالطريقة. وعلى طول تغير أسلوبه، صار يجرح، يقلل، يحاول يكسرني. قال: أنا أقدر ألقى أحسن منك. قلت له بهدوء: إيه، روح دور. كبرت المشاكل وصارت كل يوم.
حتى وصلنا لمرحلة ما صرنا نعرف نحكي بدون ما نجرح بعض. مرة كنا نجهز للعقد وكنت أرتب أغراضه، وفجأة قال حطيهم بطريقة معينة. قلت ليش؟ قال سوي اللي أقوله. قلت له أنا مو خدامة عندك. وهني انفجر وصار يصرخ، وأنا أرد لين أبوي سمع صوتي. قال لي سي عطيني أكلمه. أبوي كلمه بهدوء، ترى البنت صغيرة، خفف عليها. ومن بعدها تغير، بس مو للأحسن، صار بارد، ما يدق، وإذا دقك كلمتين ويسكر. هني حسيت إنه النهاية قربت. صليت استخارة وقلبي كان يرجف. ثاني يوم أبوي دخل علي وقال أنا مو مرتاح لهالشخص وبوقف الموضوع. انصدمت، قلت يمه أنا أحبه. قال بحزم مو كل حب ينفع. حاولت أقنعه، أرجوه، بس قراره كان نهائي. بليل كلمه أبوي وقال له النصيب انتهى. وبس، ولا دق ولا سأل ولا حتى حاول، اختفى. اليوم لما أتذكر أقول مو كل بداية حلوة نهايتها أجمل. بعض البدايات تكون مجرد درس. ولو في بنت تسمعني الحين بقول لك بصراحة، إذا شفت الرجل من البداية يكثر مشاكل، يضغط، يتحكم، ترى هذا مو حب، هذا إنذار. لا تقولين يمكن يتغير، اللي يتعبك بالبداية راح يتعبك طول العمر.